السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. جمال حيمودي مدير الإدارة الوطنية التونسية للتحكيم يهاجم مسؤولي النادي الأفريقي مباشرة بعد انتهاء مباراة النادي الأفريقي وأصفاقسي أمس، والتي عرفت احتجاجات كبرى. سنتعرف معكم عن البلاغ الرسمي والذي أصدرته المديرية الإدارة التونسية للتحكيم: تجميد نشاط هيثم قراط ومساعده أسامة شريط إلى أجل غير مسمى. هذا الشيء اللي غادي نتعرف معكم عليه بالتفصيل. فتحية حب وتقدير لكل جماهير النادي الأفريقي. أول حاجة نبارك لكم التعادل أمس في ملعب الطيب المهيري، تعادل إيجابي، والآن النادي الأفريقي يحتل صدارة الترتيب العام للرابطة 42 نقطة، متصدرا خلفه الترجي ب40 نقطة. برافو برافو برافو. لكن قبل ما ندخل نتعرف على التفاصيل، جزاكم الله خيرا، بقات لي واحد 300 ابوني ونكمل 1000، فكنتمنى الله يجزيكم بخير. اللي شاف الفيديو دير واحد لايك، اشتراك، فعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عن النادي الافريقي العريق. احب من احب وكره من كره. وامس تعرفنا بالدليل وبالبرهان على ان الاداره التونسيه للتحكيم بقياده جمال حيمودي لديها يد خفية بخصوص التحكيم. أعزائنا المشاهدين، وما تعرض له النادي الأفريقي هذا الموسم ولا كذلك الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني، فاليوم تأكدنا على أن الكل ضد النادي الأفريقي. وخير دليل على ذلك هو البلاغ الرسمي الذي نشاهد معكم أعزائنا المشاهدين. هذا البلاغ الرسمي الذي أصدرته الإدارة التونسية للتحكيم بقيادة الجزائري جمال حيمودي. جمال حيمودي، ديغاج. أتمنى أن تغادر تونس، لأنه الآن هذا الاسم لا يحب النادي الأفريقي، يكرهه. هذا الاسم يكره، وخير دليل على ذلك هو أمس تم تجميد هيثم قراط وكذلك مساعده أسامة شريط إلى أجل مسمى، حسب ما اعتبره جمال حيمودي على أنه خطأ جسيم، طبعا في بلاغ للإدارة التونسية للتحكيم. لكن هناك محللين، هناك حكام سابقين يقولون على أن هدف النادي الأفريقي صحيح 100%، لكن للأسف شديد جمال حيمودي يقرر مباشرة بعد نهاية المباراة تجميد قرار هيثم قراط وكذلك أسامة شريط. والآن الأمور معروفة جدا، وأنه الكل ضد النادي الأفريقي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اليوم توصلنا بخبر يفيد على أنه جمال حيمودي يهاجم مسؤولين النادي الأفريقي حين قال: نرفض تماما محاولات الضغط والتشكيك في نزاهة التحكيم عبر التحريض الجماهيري أو التصريحات الغير المسؤولة من بعض مسؤولي النادي الأفريقي. لجنة الحكام ستواصل العمل بكل استقلالية ولن تخضع لأي ضغط مهما كان مصدره. للأسف شديد أعزائنا المشاهدين، ماذا يقع؟ هل تعرفون جيدا ماذا يقع للنادي الأفريقي؟ الآن تأكدنا بالدليل وبالبرهان على أن هناك يد خفية. ومن هي اليد الخفية؟ رئيس المديرية التونسية للتحكيم أو الإدارة التونسية للتحكيم، ويتعلق الأمر بجمال حيمودي. أتمنى أن يغادر هذا الاسم تونس ويذهب إلى الجزائر، إلى بلده. لا نريد جزائري في التحكيم، نريد إطار تونسي يعرف بخبايا كرة القدم التونسية. ديغاج 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 هذا الاسم من تونس، لأنه هاجم النادي الأفريقي، هاجم المسؤولين بكلام غير مقبول بتاتا،
للأسف الشديد للأسف الشديد. فللإشارة أسامة السيدي سيغيب عن المواجهة القادمة ضد شبيبة العمران الأسبوع المقبل بسبب عقوبة الإنذار. الشكر موصول لكم، نتلاقى إن شاء الله بكم في حلقة أخرى تخص أخبار النادي الإفريقي العريق، أحب من أحب وكره من كره.